الأهلي يكشف عن أول قرار من سورب اتجاه التعاقد مع صفقات في يناير. أكد النادي الأهلي على أن المدرب الدنماركي حتى الآن لم يمنح رأيه في التعاقد مع أي لاعب بالاسم. يعني أي حد يطلع يقول مثلا أن سورب طلب التعاقد مع مثلا مصطفى محمد، مع أي لاعب تاني بالاسم، قولوا له بس يا كذاب. سورب حتى الآن لم يحدد أي صفقة بالاسم للنادي الأهلي، هو فقط تحدث عن تدعيم مركز المهاجم الصريح ولم يطلب أسماء. فقط وكيل أعماله هو دلوقتي اللي شغال وعمال يعرض أسماء على النادي الأهلي. وكيل أعمال المدرب الدنماركي بيعرض أسماء كتيرة جدا دلوقتي لمهاجمين أجانب في أوروبا على النادي الأهلي. طب المدرب الدنماركي أول قرار له إيه؟ أول قرار تأجيل الحديث الآن عن ملف الصفقات لحين معرفة أولا إمكانيات وقدرات لاعيبة النادي الأهلي الحاليين الموجودين في الفريق، وبعد كده يبدأ يحدد احتياجاته الفنية.